هذه الوصفة بالذات خبيها في عينيك، يجيه شيش على حبة كيما راكم تشوفوا، والأهم يقطع كمية كبيرة. أنا قطع لي أكثر من 70 حبة. عندي 500 غرام مارغرين تكون بدرجة حرارة الغرفة، زوج كيسان تاع سكر ناعم بهذاك الكاس تاع 220 ملي. نخلطوا هذه المقادير مع بعضهم جيدا بالخلاط الكهربائي حتى يصبح القوام كريمي. بعدها نضيفوا 3 حبات بيض، ضيفوا بالحبة الواحدة وخلطوه حتى يصبح القوام كريمي. من بعد ضفت فنجان قهوة هذاك صغير نتاع زيت، وأيضا نخلط جيدا كما راكم تشوفوا. أهم حاجة هو الخلط الجيد. بعدها ضفت نصف ملعقة كبيرة نتاع الفانيليا، تقدروا تنكهوا بأي نكهة حبيتوها، وهذا هو القوام اللي تحصلنا عليه. يعني نأكد لكم لازم تخلطوا جيدا. من بعدها ضفت كاس تاع نشا، تقدروا ايضا تستغنوا عليه اللي ما يحبوش النشا في الصابلي. هنا كنت نسيت الرشه تاع الملح. ومن بعد نبدا نضيف في الفرينه بالتدريج مع كيس خميره كيميائيه وزن 10 غرام حتى تصبح عجينه طريه. كميه الفرينه اللي درتها لي 8 كيسان وربع، ممكن تديلك اكثر ممكن تديلك اقل على حساب نوعيه الفرينه اكيد، وعلى حساب حجم البيض نتاعك. اللي ناكد لكم عليها ضروري 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 يا البنات العجينه تاعكم تكون طريه، ما تنشفوهاش، لانه اذا نشفتوها رايحه تفتت لكم وتطل لكم الزيت نتاعها. انا هنا كنت درتها في القصعه لانه هذاك الاناء ما كفانيش. بعدها قسمتها على 2 بواسطه كيس بلاستيكي نفتحوا العجينه نتاعنا. انا هنا اخترت هذا الطابع، انتم اختاروا اي طابع حبيتو. نديروه في الفرينه او النشا، ومن بعد نطبعوه. وهنا كي تكونوا تطبعوا ما ترفعوش الطابع للفوق مره واحده. شوفوا كيفاش نرفع بالجهه الواحده، او الفيديو يوضح. نحط ونرفع بالجهه الواحده هكذاك الطابع ما يلصق لكم. ودائما كي تكونوا تطبعوا في الصابي تاعكم تبداو بالحبات المثقوبين، ومن بعدها نبداو بالحبات العاديين، لانه المثقوبين هما اللي حابين يجوا السطح املس. هنايا شوفوا كيفاش بقى محافظ على الشكل تاعو، جا على حبه. والله البنات هذه من اروع الوصفات اللي ممكن تجربوها، ويقطع كميه ما شاء الله. لصقت كل زوج حبات مع بعضهم بالمعجون تاع المشماش، ومن بعد التزيين اكيد يبقى اختياري. هنايا دائما يسقسوني على السكر ناعم كيفاش نديروا له باش يلصق، ترشيه مباشره اراه يلصق ما يديرش. وهذه هي النتيجه اللي تحصلنا عليها. نتمنى تعجبكم الوصفه وتجربوها، وانا اكيده اذا جربتوه راح يعجبكم. البنات بلا ما نوصيكم، اذا ما درتوش جام الفيديو ديروا لي جام، واللي مش دايرت لي متابعه دير لي متابعه. الى وصفات قادمه ان شاء الله. السلام عليكم.